حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الكل بخير يا رب. رجعت لكم قصه جديده بقناه ليسا ستوري نايس. من عندكم لايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. حبايب، بعيدا عن صوت التعبان، احنا مو فتحنا قناه احتياطيه جديده، فقناتنا ما شاء الله بسرعه صعدت، ونشرت لكم على انستغرام سالتكم شنو تريدون يكون محتوى القناه الجديده، فقلتوا لي تجارب. هوايه اجتني تعليقات تجارب، وانا كنت حابه اسوي هيك محتوى، فقلت يلا اوكي شنو تدزولي او شنو حابين اجربه راح اجربه. يعني كل اسبوع ننزل فيديو تجربه. تمام. والتجربه تكون من اختياركم انتم، يعني اي شيء مثلا نشوفه حلو او فيديو حلو او شغله حلوه تدزولي اياها اجربها، واذا كانت التجربه ناجحه اقول لكم جربوها، واذا مو ناجحه اقول لكم عوفوها ختولي. اوكي يلا حبايب، هسه شنو اللي يقول وين قناتك الجديده؟ موجوده بالوصف، روحوا اشتركوا بيها اللي بعدكم مشتركين. يلا روحوا اشتركوا بيها وتعالوا شقوا هنا لايك اللي ما توقي لايك هسه، واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس وصلوا على النبي. تعالوا خلينا نشوف شنو قصتنا الجديده. أنا اسمي زمرد من العراق، من عائلة متكونة من 5 نفرات، أخواني 2 وأني وأمي وأبويا. أنا كبيرة أهلي والمدللة مالتهم، وكلامي ماشي بالبيت من أنا وصغيرة، وأنا كلش نظيفة وشاطرة وذكية، بس عندي طقات إخبال من أعاند على شي لازم آخذه. فهنا أنا كنت صغيرة وكنت كلش ذكية، ألقف السالفة هي وطايرة، واني من القف لي سالفه اروح اسولفها لامي، ومو بس لامي حتى لابويا. يعني شو اسمع شي اروح اسولف لهم، ما اسولف لهم اي شي، بس يعني اللي ينحكي على عائلتنا علينا اروح اسولفه لاهلي. اوكي مثلا شخص حكى علينا ما اضم، لا اروح اسولف. بيت عمي حكوا علينا راح سولفت الام وابويا، بيت خالي حكوا علينا راح سولفت الام وابويا. فالاقارب والعقارب قاموا يخافون مني، يعرفون اني كلش ذكيه، واذا القف لي سالفه اروح اسولفها لاهلي. اي شخص يحكي على اهلي اروح اسولف لهم. تمام. ذولي بيت عمي صاروا يعرفوني اني شنو، فقاموا ما يسولفون قدامي شي، قاموا يخافون مني ولا كأنه طفلة عبالك شيطان. سويت بيهم خوفة، سويت بيهم رعبة. المهم كانوا دائما يحاولون يحسدوني. انا كنت كلش شاطرة بالدراسة وجهالهم مو شطار، فكنت من ارجع انا من المدرسة اخذ كل عشرات. هم ايش قد ياخذون؟ كل اصفارة 4 2، يعني هاي اعلى درجة عندهم يمكن 4، ما يعبرون 5 ابد. فالمهم كان هن وحدة توقفوا قبال الثانية نسوان عمامي، لك عيني عزي هاي زمرد تاخذ كل عشرات. زمرد تاخذ كل عشرات، مدرسن جهال كان اني امي تدرسني وتعبانة علي، هجم بيت شني والله اللي يطقني عين. فكان دائما يسألني، ومن يسألني ايش قد اخذتي، اني ما استحي من عندهن، اقول لهن صلن على النبي حتى اقول لك لين انت تحسدن. والله العظيم لان الناس ما تستحي، هم ما يستحون من عندنا، احنا ليش نستحي من عندهم؟ فكنت اقول لهن صلن على النبي حتى اقول لك على درجتي لين انت تحسدني. فما كنت اقول لهن على الدرجه الا يصلن على النبي. ايش عبالكم لعد اخليهم يحسدوني؟ اني الموهوبه الذكيه الشطوره يحسدوني؟ تخسى والله. المهم فكان اللي يصلي على النبي يلا اقول لهن على درجتي. الى ان راحت ايام واجت ايام، وبيوم من الايام صرت صف 5 ابتدائي، واني هنا يومية اتعارك ويا امي، ماما جيبي لي اخو، ماما جيبي لي اخت، ماما ليش هيجي انا وحدي ما عندي احد وياي بالمدرسه. قبل ما اكمل قناتي على اليوتيوب وجميع مواقع التواصل اسمها ليسا ستوري نايس، فامي كانت تقول لي ماما ان شاء الله يصير عندنا. المهم صرت 5 ابتدائي والف الحمد لله والشكر يا ربي. امي صارت حامل، وكنت انتظر امي تجيب على احر من الجمر، الى ان راحت ايام واجت ايام، وخلصت السنه واحنا ما ندري بيهم توأم، لانه امي من تاخذ سونار ناس تقول لها ولد وناس تقول لها بنيه، وما حد قال لها توأم. امي اخذت بال4 سونارات تقريبا، وواحد يقول لها ولد واحد يقول لها بنيه، وما افتهمنا ولد لو بنيه لحد ما امي جابت، ومن جابت طلعوا توأم. ألف الحمد لله والشكر يا ربي. صار عندي أحلى أخوان بالدنيا. أنا هنا كنت يم بيت عمي، فاتصلوا على عمي وقالوا له صار عندنا توأم، فعمي كلش فرح وقام يصيح ولج زمرد صار عندك أخوان 2. فأني هنا صدمت شنو أخوان 2؟ قال لي أمي جابت توأم. هنا أنا كلش فرحت وقمت أصيح وأعيط وأبكي وفرحانة كلش فرحانة. فوالله العظيم هنا زوجة عمي شهقت وش قالت هجم بيتها لأمك لعد شو ما قالت إن بيها توأم، مرة تقول ما أدري ومرة تقول ولد ومرة تقول بنية، وما افتهمنا الحقيقة طلعت بيها توأم وضامة علينا. عالمود لا نحسدها، قلت لها ايه عالمود لا تحسدوها لان انتم تحسدون، فامي ما تقول لكم حتى ما تحسدوها، على الاقل بتشذب صلي على النبي. بعد هم جايين وحسدتيهم، والله اذا صار بيهم شيء يعني انت تحسدتيهم، وبس يجون اهلي الا اقول لهم انت حاسوده وراح تحسدين اخواني.
فايش قالت لا ما شاء الله ليش احسدهم، بس امك ليش ما تقول لنا؟ قلت لها ترى امه حتى احنا ما ندري، هي كل مرة يقولوا لها بيك ولد وناس تقول لها بيك بنية واحنا ما ندري الحقيقة، غير بيبي كل مرة تروح وياها كان قالت لكم، حتى بيبي ما تدري. فهنا سكتتها لانه هي بس تحكي وتريد تحسدنا، ايش عبالكم لعلكم هاي حاسودة، شكو واحد يشوفه تحسده. المهم فاني افشلهم حتى ما يحزنوني. فالمهم انا من الفرحه ما اعرف شنو اسوي، منتظره اخواني شو وقت يجون، منتظره امي. فهنا ابويا مختار اسم وامي مختاره اسم، بما انهم توأم حتى ما يتعاركون، فامي سمت سند وابويا سمى شهم، وهنا اختاروا لهم اسماء سند وشهم، والف الحمد لله والشكر يا ربي اجوا سند وشهم للبيت، وكنت كلش فرحانه بيهم لدرجة مو طبيعية. وهنا احنا كنا ببيتنا، يعني جابوا امي لبيتنا وانا عمي اخذني لبيتنا، اوكي فهمتوا؟ يعني امي مو كانت بالمستشفى جابوها للبيت، انا كنت يم بيت عمي جابوني لبيتنا، فهمتوا؟ اي فهمنا، يعني زوجات عمامي بقن ببيوتهم، تمام. فالمهم هنا بعد ما اني دا العب ويا اخواني ومقابلتهم واباوع عليهم وهم ما يعرفون يلعبون بعدهم، يعني عمرهم ساعات، يعني تعرفون الطفل بعد لا يبكي لا يضحك لا صخام بعيني لا اني مقابلتهم اني وضحكي ما اعرف شنو، وبس الاشيوهم بس العب وياهم. المهم فامي تقول لي ماما عوفيهم خنقتيهم راح تموتيهم، واني كنت من كل عقلي العب بيهم اريدهم يضحكون ما يضحكون، ذول ايش قد نفسيه يا ربي. المهم وهنا اني ودا العب وياهم دخلوا نسوان عمامي وجني وسلمن على امي وقامن يقول لها وين الولد خلي نشوفهم، شو ما قلت بيه توأم تخافين من الحسد؟ قلت لهن اي عيني صلن على النبي ذول الولد لا تحسدونهم. فزوجة عمي قالت لي زمرد انت شن هاللسان هذا مو عيب؟ مو عيب هيك تحكين؟ قلت لها لا عيني مو عيب، اذا تعرفون العيب لعد ما صلن على النبي لو تريدين تحزدن اخواني. فبيبيتي قامت تضحك وهن كلش ضاجن، فامي قالت لهن عذرا انها هي طفله، اني بقلبي قلت ايه طفله لا عاد اخليهم يحسدوني، شنو طفله؟ انا مو طفله، اني عقلي اكبر من عقلهن، انا اكرهن لانه كل شي حاطات عيونهن علينا، ومن احكي اني شي دائما يسكتني يقول لي اسكتي انت ما عليك مو لسان وما اعرف شنو، دائما يعيبن علي لانه انا اذكى من عندهن واحسن من عندهن، ما عندهن طفل مثلي ذكي وطفل مثلي حلو وجميل، مع انه والله العظيم اني شايله جمال من صغيره كلش حلوه. فهن يعيبن علي لانه يغارن من عندنا، وهن عبالهن من يعيبن علي راح يضوجني، بالعكس اصلا انا كل ما يعيبن علي شغله اضوجهن واعيدها. يعني مثلا امي تقص لي قذله، القذله كلش تلوق لي، هن يقومون يعيبن علي ايه شنو هاي مسويه روحك مثل الصخله، وانت شعليك اني مثل الصخله قابل انت مثل الصخله بس تطول اروح اخلي امي تقصها من جديد. مثلا يشوفني لابسه فد لبس جديد، ايه شنو هذا اللبس ما لايق لك ما اعرف شنو، اروح اجيب بعد موديل مثله، هيك على عنادهن. اروح البس مثل اللون احمر، شنو هذا اللون ما لايق لك انتي زرقاء وتلبسين احمر، اروح البس اطوخ منه بعد، هيك بس المهم احرق قلبهم. صح اني طفله بس والله العظيم عقلي كبير، فكنت دائما شنو يحرق قلبهم ويغورهم اغورهن اكثر. يعني ما شاء الله على ذكائي، ايش قد ذكي يا رب، انا احب روحي اوكي. فالمهم والله فهنا كبروا اخواني صار عمرهم تقريبا 6 اشهر، تمام. فقاموا يضحكون وكلش محبوبين ولطيفين، يعني فدي يشوفهم هيك يموت عليهم، ايش قد اني محبوبه هم محبوبين بعد اكثر. سيقولون تمدح بنفسها، لا يا معودين انا صدق كنت محبوبه، اللي يشوفني يتخبل علي بس اذا اني مسمومات ما يحبني. فالمهم فشنو قاموا يضحكون يلعبون يشاقون هيك، قاموا يوقفون بالحجله اوكي. فاني ملتهيه وياهم 24 ساعه العب بيهم، صايره امهم تمام. يعني امي ما مهتمه لهم قد ما انا مهتمه لهم، اروح للمحل اجيب لهم اكل اجيب لهم حلويات كل شيء اجيب لهم، ابويا من يطلع ويرجع كل شيء جايب لنا، امي كذلك، يعني مدللين دلال مو طبيعي تمام. فالمهم وانا قلت لكم كلش احب اخواني وحيل متعلقه بيهم الدرجه مو طبيعيه، اروح للدوام ارجع يعني هيجي اذا اطلع منها لهنا اظل بس افكر بيهم وش وقت ارجع وابوسهم، وش وقت ارجع واحضنهم العب وياهم، هم يموتون علي. تخيلوا صاروا يحبوني اكثر من امي، الى ان راحت ايام واجت ايام، وبيوم من الايام كبرنا واني صرت اعداديه وهم بعدهم بالابتدائيه. فهنا بيوم من الايام كنا كلنا قاعدين واجانا اتصال مفاجئ، فاجانا خبر وفاة عمي. هنا كلنا انصدمنا بخبر وفاة عمي، قمنا نعيط ونصرخ، واكيد يعني تعرفون انه هيك خبر مو سهل ومو هين علينا، لانه عمي نعتبره مثل ابونا، صح يعني مرته شويه حيه
لكن عمي كلش حباب لدرجة مو طبيعية، وحيل يحبنا وحيل يحترمنا، فاحنا كلش نحب عمي. المهم اجانا خبر وفاته، وبعد ما كملت الفاتحة وكمل كل شي راحت ايام واجت ايام، وكانت زوجته مسوية عدة، وبعد ما كملت العدة مالتها صارت هواي تتواصل ويا ابويا بحجة هم محتاجين مسواق، بحجة هي محتاجة غراض، لكن هم ولدها اصلا وياي بالاعدادية، يعني ولدها كبار وشباب، مو تقولون بنات حتى نقول ها بنية ما تقدر تطلع، لا عندها ولد شباب ويقدرون يطلعون وكل شي تقدر توصيهم، لكن قامت تتواصل ويا أبويا حتى هو يجيب لها الغراض اللي محتاجتهن. فأمي إنسانة كلش تثق بأبويا، وحتى إحنا كلش نثق بيه لأنه نعرف أبويا ما عنده أي شي، ودائما موبايله مشمور يمنه، فأني دائما أطلب الموبايل من أبويا على مود إنه لو دراستي أو أرسل منه رصيد أو فشي، يعني هواي أحتاج من عنده أمور لأنه شغله بيه تمام، على مود دراستي مو على مود شي. أنا عندي موبايل وعندي نت وكل شي متوفر لي، بس أنا مرات أحتاج تليفون أبويا تمام، لأنه شنو كانت بذيك الفترة النت كل شي يصير ضعيف، فأبويا مفعل على الرصيد ومفعل بالبيت أوكي، فمرات اخذ التليفون من عنده او احول رصيد وانا افعل على النت. المهم وكان بعلم ابويا، يعني مو تجون تحجون وتقولون ها شلون تحولين الرصيد ما اعرف شنو، كله بعلم ابويا، يعني هو يدري انه انا من اخذ التليفون لا احول رصيد لو افتح نت، يعني هيك شيء تمام. فالمهم فقمت الاحظ انه ابويا قام ما يخلي الموبايل على الميز، ما اعرف ليش، مو مثل قبل. موبايل ابويا 24 ساعة وياه، لو بجيبه واذا ينام يخليه جوا راسه، ما يخلينا نلزم موبايله نهائيا. ومن اقول له بابا محتاجه رصيد هو يحول لي بايده، كان قبل ينطيني الموبايل بايدي، اقول له بابا اريد نت هو يفتح لي النت بايده، ما ينطيني الموبايل بايدي. ليش؟ ما اعرف شنو السبب، ما اعرف. فهنا انا صرت اشك انه ابويا صاير عنده شيء. للعلم امي ما شكت، لان امي مستحيل الشك بيه، امي كلش تثق بيه تمام. فسالت امي بيوم وقلت لها يوم انت ما ملاحظه ابويا صار ما يذب موبايله بالبيت ابد؟ فقالت اي ماما صح انا ملاحظه هالشي، بس شعلينا يعني اكيد ما عنده بيه شي. قلت لها ماما انا من اطلب موبايل ابويا كنت ينطيني اياه، هسه ما ينطيني اياه. هسه تقولون حاروقه، لا مو حاروقه، غير ارد نفتهم ابونا ايش بيه. المهم فبقيت احكي ويا امي احرق بيها على ابويا، اقول لها يوم ابويا كان قبل ينطيني الموبايل، ابويا كان قبل يذب الموبايل بالقاع، ابويا ما عنده رمز بالموبايل، ليش هيك صار؟ فصدق والله امي شكت اكو انه بالموضوع تمام. فقالت ماما انا اليوم اشوف شنو السالفه، وما قلت لكم انه اني هنا بالاعداديه صرت صديقتها لامي، يعني مو كانه هي امي، كانه هي صديقتي تمام، نكتشف كل شيء سويه، نسولف سويه، نضحك سويه، يعني صديقتي الى درجه مو طبيعيه تمام. فامي قالت هسه اني اشوف شنو السالفه واقول لك. المهم والله فراحت امي من اجا ابويا قالت له انطيني تليفونك، قال لها شو تسوين بالتليفون عوفيه، يعني صاحب امي اول مره امي تطلب الموبايل من عنده وما ينطي لها وهيك يعني يصيح بيها. فالمهم امي هنا كلش انقهرت وضاجت، اجت سولفت لي شنو اللي صار وياها، قالت لي ماما انا طلبت تليفون ابوك وهيك سوى. فاني كلش ضجت وتنرفزت، قلت لها اني موجوده وابوي هيك يسوي وياك، والله يخسي اليوم الا اشوف شكو. فالمهم رحت وقلت له بابا انطيني تليفونك اريد احول رصيد، فقال لي بابا روحي وانا هسه راح احول لك الرصيد. فقلت له لا بابا استعجل بسرعه حول له الرصيد لانه انا محتاجته. فهو قال لي بابا تمام هسه راح احول لك اياه اوكي. فاني سويت روحي ملتهيه واقلب بالموبايل، اني كذب بس حتى اخليه يشوفني انه اني ملتهيه ويفتح الموبايل. فسويت روحي ملتهيه، من شفت لزم موبايله قبل باوعت عليه وعرفت الرمز ايش قد مال موبايله، بس ما خليته يحس ابدا انه اني عرفت رمز موبايله تمام. المهم فبعد ما وصلنا الرصيد قال لي ها بابا وصلت الرصيد، انا سويت روحي انه دا اقلب بالتليفون وما ادري بيده يرسل لي رصيد. قلت له اي بابا وصلني شكرا، ها هي انا حروح اتصل على صديقتي. فالمهم خليته وطلعت، اني اصلا كذب حتى الرصيد ما محتاجته تمام، صديقاتي كلهم اخابرهم عن النت، مرات احتاج اخابرهم عن الرصيد اوكي. فالمهم رحت لامي وقلت لها ماما هيك وهيك وهيك السالفه، الرمز مال بابا هالقد، خاف اني انساه انت تذكري. المهم فخلينا بابا ينام بالليل وسحبت الموبايل من جوا راسه بدون ما يدري واجتني وفتحنا الرمز مالت الموبايل وشفنا المحادثات وصخام الوجه. ليش كان طلعت الحية المسمومة هاي زوجة عمي، طلعت هي اللي تراسل ابويا وهي اللي مخبلته على العائلة وهي اللي مغيرته علينا وهي اللي مخليته غير الرمز
والموبايل 24 ساعة بيده، وكل شوية تراسله أنا محتاجة فلان شي، وأبويا صار يتأخر علي نومه يجي هواية للبيت. فطلعت العينتين مخلية عينها على أبويا، مخلية عينها على الوالد. هلا وين وقعتي لك بيه زمرد اليوم؟ فضحت فضيحة اليوم، شهرت شهيرة. فأمي ايش قالت لا تسرعين ماما، خلي نلزم عليهم أدلة أكثر وبعدين يلا نحكي. فقلت لها اوكي ماما. سكرنا المحادثات وما اعرف شنو، بس امي انسانه كلش صبوره وكلش متفهمه تمام. فالمهم امي ما خلتني احكي، وهي همين ما حكت، بس انا بقيت ابحوش وادور ادله اكثر. فبيوم شفت ابوي دا يخابر وطلع من البيت، فانا قلت الا الحقه واروح البيت عمي بحجه رايحه زوجة عمي اشوفها للمقروده. اوكي. فالمهم والله خليته يطلع، وورا 5 دقايق طلعت وراه ومن شفته دا يدخل البيت عمي. فوصل البيت عمي واني ما دخلت وراه قبل، قلت خلي اشوف واتاكد بعيني انه ابوي عنده شي ويا زوجة عمي المسكينه الادب سز الحي المسمومه. اوكي. المهم والله فشنو خليته يدخل للبيت، ورا تقريبا 5 دقايق هيجي اتصلت على ابوي، الو بابا انت وين؟ كان يقول بابا اني طالع. وقلت له وين طالع؟ قال لي يم جماعتي عندي شغل. قلت له شو وقت ترجع؟ قال اتاخر شويه. يا الله نوب معلم ابويا يكذب. هلا ليش صدق مسمومه صدق حيه؟ ليش حتى ابويا علمتي يكذب؟ حتى ابويا علمتي يصير مسموم؟ صبري لي. فالمهم قلت له يلا تمام. لعد رجعت سديت الموبايل وخابرتها هي. قلت لها اقول لك عمي؟ قالت ها. قلت لها عمي العماج قوم بقلبي. المهم قلت لها اقول لك عمي شو اسمه انت وين؟ قالت انا بالبيت. قلت لها منو يمك؟ قالت ما حد يمي. قلت لها الولد يمك؟ قالت لا الولد طالعين دا يلعبون طوبه. فقلت لها تمام لعد تعالي يمنا، بما انه انت وحدك بالبيت شو تسوين وحدك؟ تعالي يمنا شويه توينسي هاي همنا دا نسوي اكل اني وماما. فقالت لا حبيبتي شكرا انا ما اقدر اعوف البيت واطلع. المهم فسديت الموبايل. هاي ليتنا قبل رحت البيت هي تمام. ظليت ادق بالباب يعني دق مو طبيعي، حتى بسرعة تطلع تمام. فأدوق يعني دق مو طبيعي. المهم تأخرت هي يلا طلعت. فمن طلعت قالت منو؟ قلت لها أنا عمي بسرعة افتح الباب. ففتحت الباب هي، وقفت بالباب تمام يعني شلون كأنه شخص ما يريد تطبين للبيت. المهم هي واقفة بالباب، أنا دفعتها ودخلت. قلت لها عمي تعالي خلي أشوفك شنو لقيت. فقالت شنو لقيتي وانا كذب شنو لاقيه؟ قلت لها تعالي بسرعه. فقالت لي لا تطبين تعالي ما اعرف شنو. هي جرتني من ايدي، انا قبل فتت للبيت. فمن فتت للبيت لقيت ابويا قاعد. اوكي. فانا هنا صدمت، قلت له بابا انت ايش عندك هنا؟ انت مو قلت انا يم جماعتي؟ كان يقول ايه بابا مو اني قلت اشوف عمتك شنو تريدوا اروح جماعتي. قلت له بابا ليش تكذب علي؟ انت مو قلت لي انا يم جماعتي واتاخر يلا اجي؟ قال ايه بابا مو انا على اساس اروح جماعتي وخطيه لقيت عمتك محتاجه اغراض وهاي وقلت اجيبهن الها وبعدين اروح. قلت له تمام بابا بس انا الا اروح اقول لامي. كان يقول اسمعي اذا تقولين لامك اقص لسانك. قلت له والله العظيم اروح اقول لامي. شنو انت عبالك اني ما ادري بيك؟ ترى انا كل شيء ادري، اعرف بمحادثاتكم واعرف بعلاقتكم وكل شيء اعرف، بس انا ما راح اضم على امي. وانت الحيه المسمومه عبالك عمي مات وتلعبين بذيلك بكيفك بسيطه. اذا ما اروح اشهرة شهيره فهنا اني انهاريت وحكيت قدام ابويا تمام. فابويا لزمني قطعتني تقطع يماي. بذاك الوقت زلغني من الكتل. فقال لي اذا توصلين كلمه لامك اذبحك والله العظيم ما اخليك عايشه. قلت له اوكي انا ما راح احكي لامي ما اعرف شنو. المهم فرجعت للبيت، انا فوق ما قاتلني يريدني اسكت والله يا الله. المهم رجعت للبيت وخليته يجي وحكيت قدامه وقلت له يوم ترى هيك وهيك 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 كلهم طقيتهن قدامه. زين يعني هو كاتلني ويريدني اسكت، لا والله ما اسكت لو تموتني. المهم فحكيتهن وخليت امي تصير نار وشعلت النار بيناتهم وخليتهم يصيرون جمر هيك عركه. كان يقول زمرد اليوم ما تعيشين اليوم اموتك. انا ايش سويت؟ ورا ما حرقتهم حرق رحت سديت الباب على نفسي بالغرفه وسكتت. قلت له والله انتحر واذبها براسك. تريد تروح تجيب هاي المسمومه على امي ولدها بطولها. كان استحيت من عمي. ليش هيك تسوي؟ مو عمي يصير اخوك لو لا؟ انت تقبل تخون عمي؟ هسه باكر شلون تواجهه يا رب العالمين. المهم قمت اصرخ وابكي وهاي. فبعدين ابوي وامي ورا ما تعاركوا وصياح وعركه والبيت انقلب وهاي. فشويه شو سكتوا ما اعرف شنو السالفه شو سكتوا. انا قلت افتح الباب لا يا معوده انت تردين تنتحرين وهاي ودا تهددين بابوك. سكتي ابقي ساده الباب.
هسه شوي نوب ونفتهم شنو السالفة. اخواني كانوا طالعين دا يلعبون برا، تمام. فالمهم اني قلبي قام يحوص، لازم اعرف شكو ليش سكتوا. فبعدها طلعوا ابويا وامي قاعدين ودا يتفاهموا. قلت لكم امي كلش متفهمة الى درجة مو طبيعية، يعني صح بالاول تنهار وهاي، بس ما تحب تسوي مشاكل او يعني دائما تحل كل شي بتفاهم، تمام. فالمهم والله سكتوا، يعني سكتت، صارت هدوء. اني بقيت نص ساعة بالغرفة، فقمت اراسل بصديقتي، سولفت لها شنو صار، كانت تقول لك عزب عينك حارقة البيت حرق. قلت لها شلون لعد، يعني شو تقولين اخلي بيت امي ينهجم؟ المهم فورا نص ساعة طلعت دا اشوف شنو الوضعية، ليش سكتوا اهلي، شنو انتحروا وشنو صار. المهم فلقيتهم دا يتفاهمون. امي قالت لي شوف انا راح اسامحك وهاي اخر مرة وما تعيدها وما تروح لها، انا ما اريد بيتنا ينهجم ما اعرف شنو. فالمهم يعني متفاهمين ما اعرف شنو، هو ابويا معتذر من عندها ومن هاي السوالف. فاني شفتهم دا يعتذر من عندها ودا يتفاهمون وهاي، خليت سديت باب الغرفة ونمت. قعدت بالليل لقيتهم متفاهمين وحالين الموضوع وكأنه كل شي ما صاير، وواحد يحب الثاني. لعداني ليش قتلتوني وخليتوني بالنص، هاي ليش هيك ليش؟ المهم فقلت لها ماما شنو صاير، انتم على اساس راح تطلقين؟ كانت تقول عزل عزات يمه، منو قال لي كان اطلق؟ قلت لها يوم غير خانك، غير المفروض تطوفي، طلقيه لازم تطلقيه، ليش ما طلقتي؟ كانت تقول لك ماما انت تريدين تهجمين بيتنا، لك شلون اطلق؟ شغله حليناها وها هي بعد ابوك لا يوصلها ولا علي بيها. قلت لها صدق يوم العدواني انقتلت من وراك وضحيت بروحي وكان ذبحني كله على مودك، وهاي تالي متالي تبقين عنده وما طلقينه. كانت تقول يما انتي قافله على الطلاق، ايش قد شفت حاروقات بس مثلك يا يما ما شفت. قلت لها هو اني صوتي، شوفوا هو اني صوتي دخلت بيناتهم وما طلقوا تالي متالي. المهم فاجا ابويا واعتذر مني وباسني، قال لي بابا انا كلش اسف والله العظيم انا الا شويه هجمت بيتنا، ما اعرف يعني هي ساعة شيطان ما اعرف شنو، انا ما حسيت على روحي، ما اعرف ليش هيجي سويت. المهم قام يعتذر من عندي ويبوس بيا وهاي. فاني همينه قلت خطيه خلي اسامحه، والف الحمد لله والشكر يا ربي. ابويا وعى على نفسه بالوقت الصح وابتعد عن المرأة ابتعاد كلي، حضرها من جميع مواقع التواصل، قال لها تريدين انت عندك ولد وولدك كبار وتدزيهم، وحكى لولدها وقال لهم ديروا بالكم على امكم، انتم كبار وبعد انتم المسؤولين عنها، تروح بطريق مو زين تبقى بطريق زين، احنا ما علينا بعد زين، انا راح ابتعد وبعد ما علي، اي شي تحتاجوه تعالوا انتم قولوا لي. فالمهم والله ابويا ابتعد عنهم والف الحمد لله والشكر يا ربي، ابتعد عن ذيك الحية المسمومة، وهي خلت وراحت شالت يم اهلها وسكنت يمهم، واهلها بغير محافظة يعني خلصنا منها. المهم فاني خلصت دراستي، وبعد ما خلصت دراستي دخلت جامعة، وبعد ما دخلت جامعة كملت الجامعة، وكنت دائما هذا اللي اتعارك وياه وهذا اللي اسوي له مشكلة وهذا اللي اصالحه وهذا اللي ما اعرف شنو. فيعني هاي حياة الجامعة. يعني بصراحة كانوا كلهم يحبوني لأنه حيل فرفوشة، صح يعني أتعارك وياهم يعني مشاكل منا طلايب منا ما أعرف شنو، بس كلها بشقة والله العظيم، ما أذيت أي شخص من كل قلبي، تمام يعني ما أذيت شخص، وكنت دائما صديقتهم وأختهم والف الحمد لله والشكر يا ربي. كملت، وبعد ما كملت أكو شخص كان وياي بالقسم، هذا الشخص كلش إنسان زين وحباب، فإجا ومشى علي بدون علاقة وأي شيء، تمام. فقال للأهلي قال لهم إنه أنا كلش معجب بيها ومعجب بشخصيتها وكلش حبابة والقسم كله يحبها والدكاترة كلها تحبها، فأتمنى إنه توافقون. وبعدها أهلي وافقوا وأنا هم وافقت بيه لأن كان كلش إنسان حباب، والف الحمد لله والشكر يا ربي اتزوجنا، وحاليا أنا عندي طفلة. ولهنا انتهت قصتي بقناة ليسا ستوري نايس، أتمنى من عندكم استمتعتوا بيها، وأتمنى إنه تدعونا دائما دائما نبقى هيجي حياتنا حلوة ونبقى مجموعين. ودائما أقول لكم كونوا أقوياء، لأن أنا عشت إنسانة قوية وما أخلي أي شخص يجي ياخذ حقنا، لا كنت من أعرف هذا الشيء حقنا لازم أخذه، ما أخليه شخص مثل ما جتي هاي المسمومة تريد تاخذ أبونا وهو حقنا، فلحقت له بالوقت المناسب والف الحمد لله والشكر يا رب. يمكن لو ما ملحقة
كان صار اللي صار، ويجوز أخذها، ويجوز أمي صارت عندها ضرة وإحنا اتبهذلنا. فشفتوا يعني أنا همين أنا قذيت أمي وأبوي، ألف الحمد لله والشكر يا ربي. فلهنا حبايب انتهت قصتنا بقناة ليسا ستوري نايس. أتمنى من عندكم لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. أحبكم هواية أحلى متابعين. طبعا حبيبتي زمرد انت ايش سويتي بيهم؟ لعبتي بيهم طوبة، بس بنفس الوقت عاشت ايدك والله، يعني كنتي بطلة من صغيرة لحد ما كبرتي وانتي ما شاء الله عليك يعني كلش زينة. فانتي المفروض اهلك يجيبوا لك جائزه، المفروض يسوي لك تمثال على الاشياء اللي انت مسويتها، خصوصا امك المفروض صدق تسوي لك تمثال، لانه ضحيتي بنفسك انقتلتي على مودها، كل على مود ما تجيها ضره والله عافيه. فالمهم يا حبيبتي الله يوفقك ويوفق عائلتك، وان شاء الله يا رب يحفظك ويحفظ لك عائلتك، وان شاء الله يا رب دائما دائما ما تشوفون غير السعاده، وان شاء الله دائما سعيدين بحياتكم ودائما فرحانين وهيك قوية، وإن شاء الله يا ربي ما تشوفون أي شر بحياتكم. ولهنا انتهت قصتنا بقناة ليسا ستوري نايس. أتمنى عندكم لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. حبايبي اللي ما شغل لايك هسه خليه يشغل لايك، واللي ما يشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة، واللي عنده قصة اللي عنده مصيبة اللي عنده طلابة يروح يدز لي على الانستغرام مالتي موجود بالوصف. ومثل ما قلت لكم إن شاء الله راح نبلش محتوانا الجديد اللي هو تجارب، أي شيء حابين أجربه تكتبوا لي على الانستغرام، لأنه بالانستغرام أنا راح كل أسبوع أنزل لكم اسك، وهذا الاسك أشوف التعليقات الأكثر يعني على شنو حابين أجرب وأختار التجربة الأكثر تمام، وأنزلها بالقناة الجديدة. القناة الجديدة وين؟ القناة الجديدة موجودة بالوصف، الكل يروح يشترك بها. أحبكم هواية ومع السلامة.